كتير مننا بيحب يريح دماغه ويشتري اونلاين، بما ان الحاجات اونلاين بتكون بالنسبه لك اسهل، بتشوف خيارات كتير وعندك المنتجات بتكون متاحه بالنسبه لك في اي وقت انك تطلبها وتجيلك لغايه باب البيت، فالموضوع بالنسبه لك بيكون اسهل بكتير وتريح دماغ. ولكن لما بتيجي تشتري اونلاين بالذات بيكون عندك شويه تساؤلات. هل اللي انت الحاجه بتشتريها دي المنتج بيكون اصلي ولا مش اصلي؟ ده في حاله ان انت محتاج الاصلي. هل المنتج الكواليتي بتاعته زي ما انت متخيلها ولا مش زي ما انت متخيلها؟ وبرضه بيكون في شويه اسئله جانبيه، مثلا بيجي معاها ايه المنتج، بيجي معاه مرافقات عباره عن ايه، هل بيكون عليه ضمان ولا ما بيكونش عليه ضمان. فالاسئله دي كلها بيكون محتاجه اجابات. فانا عشان كده في الفيديو ده انا عملت لك باير جايد، او زي ما تقول كده سلمه تعرف منها ان انت لما تيجي تشتري المنتجات تعرف ازاي تشتري صح. وتشتري صح دي معناها انك ازاي تشتري المنتج اصلي. واصلي يعني بيكون في شويه حاجات كده مهم تعرفها قبل ما تشتري المنتج، او يا اما تشتريه بشكل صحيح. فانا عشان كده في الفيديو ده جهزت لك الفيديو شويه تفاصيل كده بسيطه، هيكون فيديو خفيف هعرفك فيه ان شاء الله تفاصيل خفيفه انك ازاي تعرف تشتري صح، المنتج يكون اصلي، يكون على ضمان، وتعرف كمان مصدره. وفي اخر نقطه في الفيديو هقول لك على اهم حاجه ازاي لما تيجي تشتري من امازون تعرف ان المنتج اللي بتشتريه من امازون يكون موثوق واصلي. وكمان هقول لك على شويه حاجات مهم تاخد بالك منها، فركز معايا لاخر الفيديو. ولو اول مره تشوفني، انا معتز وبحب الساعات، والنهارده في الفيديو ده هكلمك على ازاي تشتري المنتجات صح اونلاين. يلا نبدا الفيديو. اول حاجه هنبدا بيها وهو الموقع الرسمي. اي منتج بتشوفه على الاونلاين مهم انه يكون ليه موقع رسمي علشان تعرف هل المنتج ده اصلي ولا مش اصلي. يعني بالعربي كده يكون ليه اساس او يكون ليه سورس معين ان المنتج ده بيدل على ان ليه مصدر. فعشان تعرف مصدره ايه هو بيكون الموقع الرسمي بتاعه. بتعدي على الموقع الرسمي، بتعرف نبذه عنه، بتعرف تفاصيل المنتج، بتعرف هل هو بيتشحن دوليا ولا محليا فقط على مكان تصنيعه المحلي. وقبل ما ندخل في تفاصيل اكتر عايز اوضح بس ان انا في الفيديو ده هتكلم على الساعات تفصيليا، بس اي منتج تاني ممكن تطبق عليه نفس التفاصيل اللي هنتكلم عنها في الفيديو ده. فمهم انك كمشتري اول حاجه انك تبحث عنها لو انت عايز تشتري المنتج الاصلي، تعدي تبحث على موقعه الرسمي حتى لو الموقع الرسمي بتاعه هو مثلا في امريكا. طب عشان نوضح الموضوع ده خلينا ناخد براند معين نقوله كمثال. لو مثلا عندك براند كاسيو وانت عايز تجيب ساعه معينه مش موجوده في مصر، ممكن تعدي على الويب سايت بتاع كاسيو، بتتواصل معاهم. لو كان في طريقه انك تشتري المنتج خلال الموقع الرسمي على طول، يعني لو في عندك في الويب سايت مثلا الساعه موجوده وفي كلمه باي ناو، فانت هتدوس على كلمه باي ناو وهتعرف تشتري الساعه. بس مهم ان يكون معاك الكريدت كارد بتاعك يكون بيقبل الدفع الدولي. بس عايزك تركز على نقطه بسيطه كده عشان تاخد بالك منها. اول حاجه لازم تعرف ان الشحن بيكون بالنسبه للحاجات الدوليه غالي. يعني ممكن مثلا تلاقي ساعه ثمنها $100 هتحط عليها شحن 30 او 50 او $40، فانت بتضيف نسبه 20 30 40% على الساعه بالنسبه للشحن. مش ثابته ولكن على حسب كل موقع وعلى حسب اصلا الموقع او البراند ده هو مصدره فين. ممكن مصدره يكون في الامارات، فانت الشحن بتاعك بالنسبه له هيكون تكلفته اقل، على حسب كل موقع وعلى حسب سياساته وعلى حسب الشحن بتاعه وتكلفته بيكون كام. يعني كنت عملت قبل كده فيديو صغير بيتكلم على ساعه اسمها ستوديو اندردوج، وده كان مايكرو براند لساعه شكلها فانكي شويه كده. وفي ناس كتير سالوني ازاي ممكن نقدر نشتري الساعه دي. فبكل بساطه بتروح على موقع ستوديو اندردوج وبتبص على الساعه وبتدوس على كلمه باي ناو. بس قبل ما تعمل تشيك اوت في الاخر، لو انت الكريدت كارد بتاعك هيقبل الدفع الدولي، هتعرف بس التفاصيل بتاعه الدفع. الساعه مثلا سعرها $500، لو $500 فبتبص على التوتال، لو التوتال $500 تمام. لو في اي اضافات تانية فانت مهم تعرف الاضافات دي عباره عن ايه. وده ببساطه عشان يضمن لك ان انت تشتري الساعه من مصدرها الاصلي والاساسي، عشان تعرف ان الساعه بتجيلك اصليه بالظبط من مكانها الموثوق. نقطه اخيره بالنسبه للموقع الرسمي، لو في شحن دولي في الموقع الرسمي فهو هيقول لك في التفاصيل كده، هتلاقيها في الديسكريبشن او هتلاقيها في مكان في الموقع بتاعهم ان بيقول لك في شحن دولي لاي مكان في العالم. طب لو ما فيش شحن دولي او لو الموقع مش موضح ان في شحن دولي، هتبحث على كونتاكت اس بالنسبه للموقع اللي انت عايز تشتري المنتج منه، وهتشوف الايميل بتاعهم بتاع التواصل، وهتبعت لهم ايميل بطريقتك الخاصه بالايميل الخاص بتاعك عادي. وهتبعت لهم ايميل فيه تفاصيل تقول لهم انا لو محتاج اشتري الساعه دي فهل متاح شحن للدوله اللي انا فيها ولا لا، وتكلفه الشحن قد ايه. واخر نقطه مهمه جدا عشان تاخد بالك منها، دلوقتي انت خلاص خلصت وقررت
قررت انك تشتري الساعه وسعر الساعه $100 والشحن $30، فالساعه هتوصل لك ب $130. تتفاجئ ان الساعه لما تيجي توصل لك في مصر هنا ويخبطوا على باب بيتك يقولوا لك الساعه وصلت، ولكن محتاجين منك مثلا 1000 جنيه او 2000 جنيه. ليه؟ عشان يقول لك رسوم الجمارك. فمهم تعرف برضو، بتسال الموقع هل الساعه بتكون واصله خالصه جمارك ولا لا. معرفش بقى تفاصيل ان هي تيجي هنا، ان هم الموقع يقول لك ان هي هتكون خالصه جمارك وهي تيجي هنا يدفعوك تاني. برضو معرفش هل السياسات دي موجوده ولا لا، لان انا قبل كده برضو كنت بجيب منتجات والمفروض ان هي بتكون خاصه جمارك، بس برضو كنت بدفع عليها رسوم. بس يعني مهم ان انا اوضح النقطه دي علشان الكل يكون واخد باله منها. تاني طريقه ممكن تشتري بيها المنتجات ان هي تكون اصليه من موقع اي باي. بس قبل ما ندخل في تفاصيل موقع اي باي، عايز اوضح لك موقع اي باي ده عباره عن ايه. موقع اي باي هو عباره عن موقع زي ALX عندنا في مصر كده، اي حد يقدر يعمل له بروفايل ويعرض فيه المنتجات اللي موجوده عنده ويقدر يبيعها. يعني مش شرط المنتج اللي يكون موجود على اي باي انه يكون اصلي او يكون جديد. مهم انك تاخد بالك من الحته دي. المنتجات ممكن تكون مستعمله، ممكن تكون مضروبه، ممكن تكون اصليه. طب الكلام ده بيتعرف ازاي؟ عشان تشتري حاجه اصليه مهم انك تعدي على البروفايل البايع على اي باي وتبص عنده. بيكون في حاجه اسمها فيدباك، وبيكون في الديسكربشن بتاع البروفايل بتاعهم. بتبص على كل حاجه، بتشوف المنتج اللي موجود عنده اتباع كم مره، وبتشوف برضو الكومنتات اللي هي الفيدباك اللي متاخده من العملاء السابقين اللي اشتروا منه المنتجات دي قبل كده. هل التعليقات ايجابيه؟ هل التعليقات ما فيهاش سلبيات كتير؟ واخد 5 نجوم ولا واخد 2.5 نجوم؟ كل الحاجات دي تاخد بالك منها علشان تعرف انت بتشتري حاجه اصليه. فمهم انك تتاكد من بروفايل الشخص او الشركه اللي انك تشتري منه، لان اي باي برضه بيسمح لك انك تعمل بروفايل باسم شركه او باسم فرد. طيب تاكدت انك اشتريت منه، فاي باي برضه بيسمح لك بالشحن، بس بيحط رسوم الشحن. فبرضه مهم تعرف تفاصيل الشحن بتكون قد ايه وهتوصل لك ازاي او في كام يوم. فالتفاصيل دي بالنسبه لي بتكون مهمه. بس تخلي بالك من الحاجه الاصليه ومن الحاجه المضروبه، لان غالبا كتير من مواقع اي باي بينصبوا في الحاجات الاصليه. نقطه بس اوضحها قبل ما نعدي على رقم 3. في اي باي في ناس بتنصب بطرق كبيره، اللي هو ممكن تبيع لك ساعه رولكس تكون على اساس ان هي اصليه، ولكن الساعه هي سوبر فيك. وممكن انت تشتري الساعه دي على اساس ان هي اصليه، بيكون معاها البوكس، بيكون معاها كارت الضمان، بيكون معاها الاوراق بتاعتها وكل حاجه على اساس ان هي اصليه 100%، ولكن انت بتدفع وبتجيلك الساعه بتستلمها. ممكن انت لو مش خبير في الساعات فما تعرفش تميزها، لان السوبر فيك دي بتكون اعلى دقه جدا بنسبه 90-95% قريبه من الاصل. ففي ناس بتنصب الحاجات دي لان هي بتبيع لك ساعه ب 5000 10000 دولار، فنصبيه ممتازه يعني. فعشان كده بس اي باي نخلي بالنا منه. ثالث طريقه معانا الاوفيشال ستورز او الموزع المعتمد في البلد اللي انت موجود فيها. خلينا متفقين ان البراندات الكبيره زي كاسيو، سيكو، اوريون، تيسيو وكمان رولكس بيكون ليهم اوفيشال ريتيلرز او موزعين معتمدين في البلد اللي انت بتكون موجود فيها. بس بيكون في قله في المنتجات، فممكن مثلا تسال عن منتج معين انت بتكون محتاجه فما بيكونش موجود، او يا اما بيكون اوت اوف ستوك فانت بتستنى مده لغايه لما المنتج ده ينزل. طيب الاوفيشال ريتيلرز دي بتشتري منها ازاي؟ بتبحث على جوجل على المواقع بتاعتهم وبتعرف الاسماء بتاعتهم. وبرضه دلوقتي انا هذكر لك كل التفاصيل بتاعه الاوفيشال ريتيلرز اللي موجودين في مصر، علشان لو محتاج تشتري ساعه اصليه فتعرف ان انت بتشتريها من الموزع المعتمد. طبعا الموزع المعتمد بيدي لك الحاجه بتكون اصليه 100%، مش محتاج تراجع وراه. بيديك معاها الضمان، بيديك معاها البوكس بتاع الساعه الاصلي، والساعه بتكون اصليه 100%، طبعا مش محتاج تراجعها مع حد تاني. فكل حاجه خلاص بشتريها من الموزع المعتمد، فانت عارف اصلا ان هو بيجيبها من البراند نفسه. طب ازاي اعرف الموزع المعتمد بتاع كل براند انا حابب اشتري منه؟ ده كله هقول لك ازاي تعرفه دلوقتي حالا. اول حاجه بالنسبه لساعات سيكو، الموزع المعتمد ليها في مصر هو العربي جروب. وبالمناسبه هسيب لك كل اللينكات المهمه تحت الفيديو لو حابب تبص عليها بنفسك وتشوف ساعات معينه لو انت حابب تشوفها وتشوف اسعارها، هتلاقيها في المواقع الرسميه بتاعتهم. تاني موزع معتمد معانا هو بتاع كاسيو واسمه كايرو تريدنج. تالت مصدر هي مواقع بتكون رسميه وبتبيع الساعات الاصليه. عندنا موقع الجي سي ستورز وعندنا موقع عزام ووتش. ممكن تبص على المواقع دي برضو وتاخد نظره فيها، هسيب لك برضو اللينكات تحت الفيديو تبص عليها لو عايز. رابع موقع او مصدر معانا ممكن تقدر تشتري منه وهو امازون. ولكن بالذات لما تيجي تشتري حاجه اصليه من امازون لازم تاخد بالك من حاجه معينه. ازاي تعرف ان هي اصليه؟ عندنا كام نقطه كده نخلينا ناخد بالنا منها لما نيجي نشتري الساعات بالذات او اي منتج تاني عموما، انك تعرف ازاي المنتج ده يكون اصلي. لما تيجي تبص على المنتج على امازون، تيجي تدوس عليه، لازم اول حاجه تبص عليها الفيدباك بتاع
المنتج نفسه. وبرده جنب الفيدباك اللي هو النجوم دي، مثلا واخد 4 نجوم فده كويس، واخد 4 نجوم ونص كويس وممتاز. جنب الاربع او 5 نجوم دول بيكون في رقم، الرقم ده بيقول لك هو كام عدد القطع اللي اتباعت من المنتج ده. فلو في قطع كتير اتباعت بالمنتج ده بيطمنك ان في ناس كتير اشتريته، فممكن يكون منتج كويس. تالت نقطه بتبص على الديسكريبشن او الوصف بتاع المنتج نفسه. التايتل هو بيكون اسم المنتج، وليكن مثلا بشتري ساعه كاسيو اي كيو 230، فتبص على الساعه، بتبص على اسمها، بتشوف الصور الموجوده، لو في فيديو بتبص على الفيديو، وكمان بتبص على الوصف بتاع الساعه. الوصف بيقول لك الساعه معموله مثلا من الستانلس ستيل، يقول لك الساعه مثلا كوارتز ولا ميكانيكال، يقول لك الساعه عقارب وديجيتال، يقول لك فيها بطاريه بتقعد 7 سنين، وفي الاخر يقول لك الساعه مثلا معاها ضمان ولا معهاش ضمان. فكلمه ان معاها ضمان دي بتدل على ان الساعه بتكون اصليه، وغالبا اقل ضمان بالنسبه للساعات الاصليه بتكون سنه. بعد كده النقطه الرابعه اللي مهم تاخد بالك منها، بتنزل في الصفحه تحت بتلاقي الفيدباك او التعليقات اللي موجوده على المنتج. بتلاقي ناس بتكتب تعليق مثلا والله الساعه كويسه وممتازه ومش عارف ايه، ولكن الكواليتي بتاعت الستيل بتاعها مش احسن حاجه. في ناس تقول لك والله هم قالوا ان هي ضد الميه ولكن استخدمتها في الوضوء، ولكن الساعه باظت مع الميه في الوضوء. فبتشوف برضو التعليقات دي وبتستنتج منها هل المنتج كويس انك تشتريه ولا مش كويس انك تشتريه. اخيرا واخر نقطه محتاج تركز فيها والاهم من ده كله، هي مين البائع للمنتج. بتبص فوق على الشمال كده في الموقع بتاع امازون، بتلاقي البائع. لو البائع امازون والشاحن امازون، فانت بتشتري المنتج ده علشان بيكون هو اصلي، لان غالبا امازون ما بيبيعش غير المنتجات الاصليه، ما بيبيعش المضروبه. ولكن لو المنتج مثلا هتلاقي عندك ستور اكس او جي سي ستور مثلا، او جي سي ستور، فهو ستور معروف اللي هو احنا قلنا عليه. لو لقيت مثلا عزام ستور او عزام ووتشز فده برضو معروف، فدول انت عشان عرفتهم. ولكن لو في ستور تاني او في موقع تاني او في بائع تاني انت مش عارف مصدره او مش عارف اساسه ايه، يستحسن انك ما تشتريش منه. ممكن الساعه تكون اصليه وممكن ما تكونش اصليه، بس عشان تعرف وتتاكد محتاج تحلل الصفحه بتاعت المنتج نفسه. بس لو البائع والشاحن امازون، فالمنتج غالبا بنسبه 90 او 95% هيكون اصلي. خامس مصدر معانا، وده بيكون المصدر او الموزع المعتمد لرولكس، لونج بين، ديور، ومنتجات تانية كتير وبراندات، غالبا اللاتشري او الهاي اند شويه. فده بتعدي على الويب سايت برضو بتاعه، بتعرف كل التفاصيل والمنتجات اللي انت عايز تشوف تبص عليها هتلاقيها موجوده في الويب سايت بتاعهم اللي هو فيلو باتر بالاس. ابعت لك برضو اللينك في الديسكربشن تحت. بعد كده في المولات غالبا بتلاقي ستورز معينه برضو لمنتجات زي ممكن برايتلينج، ممكن تيودور، ممكن لونجين، ممكن سيتيزن. غالبا لو الستورز دي موجوده فاكتريتها او اغلبيتها هتلاقيها موجوده في المولات، زي مثلا سيتي ستارز، ممكن سيتي سنتر، 5A، او على حسب المول اللي بيكون موجود فيه البراند او الستور نفسه الموزع ولا لا. واخيرا اخر نقطه قبل ما تشتري الساعه، ممكن دي تكون وجهه نظر شخصيه مش اكتر، عايزك تبص على سعرها الرسمي في الموقع بتاعها، وتبص على سعر الساعه في الموقع اللي انت هتشتري منه من بلدك الاصل، وليكن انت في مصر والساعه سعرها في الموقع الاصلي $100، في مصر سعرها 5000 وشويه، فهي متقاربه من السعر اللي بره. ولكن لو مثلا سعر الساعه $100 وفي مصر مثلا سعرها 12000، فهي كده ضربت الضعف وشويه، فغريبه شويه. فدي وجهه نظر شخصيه مش اكتر. بس كده انا خلصت لك الجايد اللي انت ممكن تقدر تشتري من خلاله وتشتري الساعه او المنتج يكون اصلي بالنسبه لك وانت مستريح. لو في اي تعليق او في اي توضيح او في اي غلط بالنسبه لي انا قلته ما كنتش اعرف عنه معلومه صحيحه، ممكن تصححها لي في التعليقات. كده احنا خلصنا الفيديو. رمضان كريم عليكم. انا معتز وبحب الساعات، وده كان فيديو بيتكلم على انك ازاي تشتري المنتج او اي ساعه تكون اصليه عشان تلبس ساعه وانت مستريح وتعيش معاك لاطول فتره ممكنه وتكون في الكوليكشن بتاعك باذن الله. شكرا ليك واشوفك الفيديو الجاي. سلام.